الأطفال ذو العيون المسودة أو الأطفال الأشباح هي ظاهرة بدأ الناس في الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثون عنها مؤخرا، وهي تشير إلى مجموعة من القصص التي رواها البعض، والتي تحكي عن مواقف قابلوا فيها أطفالا شاحبي البشرة يلبسون غالبا ملابس بيضاء وتتلون أعينهم بالكامل باللون الأسود. يعتقد الكثيرون أن الموضوع لا يعدو كونه أسطورة أو مجموعة من الشائعات، أو ربما هؤلاء الأطفال هم فعليا أطفال عاديون، ولكن الأشخاص الذين قابلوهم شعروا بالخوف من مظهرهم، بينما يرى البعض الآخر أن الأمر هو ظاهرة أخرى من الظواهر الخارقة للطبيعة، وإنه جدير بالدراسة. تشير أغلب القصص التي تمت روايتها عن هؤلاء الأطفال إلى أنهم يشاهدون في الساعات المتأخرة من الليل، وغالبا يكونون في مجموعات تتكون من طفلين أو أكثر، وإن أعمارهم تتراوح ما بين 6 و16 عاما تقريبا. وفي كثير من المرات يحدث حوار ونوع من التعامل بينهم وبين الشخص الذي قابلهم، إلا أن العديد من المرات الأخرى شهدت هروب الشخص الذي قابلهم فور رؤيتهم، بحسب التقرير الذي نشره الموقع الأمريكي راري المتخصص في الأخبار والقصص الغريبة. بدأت ظاهرة الأطفال ذوي العيون السوداء تلفت انتباه عدد متزايد من الناس، وذلك في تسعينيات القرن العشرين، وبالتحديد في 16 يناير سنة 1998، بعد أن نشر رجل يدعى بريان بيسيل على مدونته بالإنترنت قصة يحكي فيها مقابلته لطفلين من هذا النوع. يحكي بريان أنه كان في سيارته ليلا في مدينة إبلين بولاية تكساس الأمريكية، وكان في منطقة منخفضة الإضاءة حين سمع صوت قرعات على زجاج سيارته، ليفاجئ بولدين إحداهما يبدو في 14 والآخر في 10 من العمر، وقد وصف بريان مظهرهما بأنه كان شديد الغرابة. تكلم الطفل الأكبر وقال إنهما كانا ذاهبين للسينما، لكنهما نسيا نقودهما، وطلب منه أن يقوم بتوصيلهما للمنزل لكي يحصل على النقود من أمهما، وقد وافق بريان على الطلب بالرغم من ارتيابه الشديد منهما. عندما هم بريان بفتح باب السيارة حانت منه نظرة إلى وجه الولد الأكبر ليكتشف ما لم يتمكن من ملاحظته في البداية، وهو إن عيون هذين الولدين سوداء تماما، كما إنها تلمع عندما ينعكس عليها الضوء. غير بريان رأيه سريعا وأسرع بغلق الباب، ما دعا أكبر الولدين للقرع على الزجاج بإصرار، وهو يكرر: افتح، لن نؤذيك، سنرحل ونتركك بمجرد أن تفتح لنا الباب، يجب أن تفتح لنا الباب. بينما تسمر الولد الأصغر في مكانه بلا كلام أو حراك. حين انتبه بريان من صدمته شغل السيارة ورجع بها إلى الخلف سريعا، والولدان ينظران إليه في صمت تام، وظل يرجع إلى أن وصل إلى شارع رئيسي فانطلق إلى منزله. اشتهرت قصة بريان بشدة إلى الحد الذي مكنه من كتابة القصة مع تفاصيل إضافية في صحيفة إبيليان ريبورتر، كما استضافه البرنامج التلفزيوني الأمريكي Monsters and Mysteries in America أو الوحوش والأساطير في أمريكا، وهو برنامج متخصص في الحكايات والظواهر الغريبة. لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، ففي عام 2012 تم إنتاج أول فيلم وثائقي مستقل الإنتاج عن ظاهرة الأطفال ذوي العيون السوداء، وهو فيلم Sunshine Girl and the Hunt for Black Eyed Kids، وتم إنتاج جزء ثاني له حمل اسم سير 33. ووفق ما نقله موقع روتانا فإن معظم القصص تصف هذه الكائنات على أنهم يشبهون الأطفال العاديين إلا عيونهم، فهي سوداء صلبة لا أثر للدموع فيها، تكاد تكون لا تعكس الضوء،
وليس هناك أي أثر تماما للون الأبيض كما البشر العاديين. في بعض الأوصاف قال البعض إن محجر العين كان فارغا، وشوهد الأطفال يتجولون في مواقف السيارات أو في الشوارع الفارغة، وحتى في المناطق العشوائية الشاغرة في معظمها. وتصفهم العديد من الوظائف بأنهم يرتدون هودس أو زعبوط يحجب الجزء العلوي من وجوههم. ومنذ أن بدأت رؤية هؤلاء الأطفال الذين سموا بالأطفال الزائرين، اختلفت الحكايات على نطاق واسع، لكنها تراوحت بأن الأطفال يقومون بسلوك واحد محدد، وهو الاتصال بأشخاص عشوائيين والحديث معهم بلين ورفق، ويطلبون منهم توصيلهم إلى المنزل أو السماح لهم باستخدام الهاتف المحمول الخاص بهم. صفة أخرى اشترك بها هؤلاء الأطفال هو أن كلامهم لم يكن صحيحا من الناحية اللغوية، ويتجنبون الاتصال بالعين عند مخاطبتك، ولكن إذا التقت عيناك بعينهم فستجدها سوداء تماما. هذا الموقف سيربكك حتما، لكن الغريب إنه يربكهم أيضا، فيصبحون خائفين وأحيانا عدائيين، ويصبح صوتهم أجشا لا يأتي من طفل صغير أبدا. وهؤلاء الأطفال الزائرين لديهم قدرة غير طبيعية على تنويم الناس للامتثال لطلباتهم، إلا أن هذه القصص تأتي من أشخاص تمكنوا بطريقة ما من مقاومة نفوذهم. ومن جهة أخرى فإن هذا يعني ضمنيا أن أولئك الذين امتثلوا للأطفال الزائرين لم يسمع أحد عنهم مرة أخرى. لا توجد شهادات عن أشخاص استجابوا لطلبات هؤلاء الأطفال الزائرين، إلا أن هناك شهادة من سيدة دخلت محطة وقود لتعبئة سيارتها، وتركت ابنها في السيارة، وفوجئت بوجود صبيين يجلسان جانب ابنها الذي دعاهما إلى اللعب معه. أخرجته سريعا من السيارة واستنجدت بعاملين المحطة، لكن الأطفال اختفوا فجأة. بعدها أصيب ابنها بمرض غريب لم يجد له الأطباء تفسيرا. هذا الأمر مشابه لرواية رجل عجوز سمح لصبيين بدخول منزله بعدما أخبراه إنهم في حاجة ملحة لاستخدام الهاتف، وبعد دخولهما أخبراه إنهما يريدان هو لا الهاتف. ذعر الرجل وهرب سريعا إلى جاره يستنجد به، وعند عودته لم يجدهما. وكابن السيدة السابقة أصيب هذا الرجل أيضا بمرض غامض، لكنه شفي منه بعد فترة. اللافت للنظر إن أحدا من الشهود لم يرى طفلا زائرا وحده، إنما دائما 2 على الأقل. وسجلت بعض الشهادات سماع أصحابها للأطفال ينشدون أغاني مخيفة، إلا أن هذه الشهادات لم تؤخذ على محمل الجدية لأنها كانت قليلة ولا تتوافق مع الشهادات الأخرى في بعض الأوصاف، وغالبا جاءت من أشخاص يبحثون عن الشهرة. وأخيرا في عام 2014 تداولت الصحف العالمية خبرا بعنوان طفلة ذات عين سوداء تظهر من جديد في بريطانيا، وذلك في مدينة كانكوك تشيس، حيث رآها بعض من سكان المدينة.